أعرب في البداية عن سعادتي بوجودي في موسكو بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وأود أن أتوجه إلى فخامته بخالص الشكر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي جعلتنا نشعر أننا في بلدنا. هذه الزيارة التي تندرج في إطار الجهود التي يبذلها بلدنا لتوطيد علاقاتنا الثنائية وتعزيز ديناميكية التعاون بيننا. لقد كانت المحادثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين خلال الظهيرة مثمرة، صريحة وصادقة، عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأكدت إرادتنا المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين. وأفتح قوس لأقول أننا متفقين مع كل ما جاء به فخامة الرئيس فلاديمير بوتين من خلال تدخله. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما تطرقنا إلى ما يجري في ليبيا. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة، وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي يهدف إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين. إن التوقيع الذي تم اليوم على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس بوضوح طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون. وبهذا الخصوص أعرب مجدداً عن ارتياحنا لمستوى العلاقات بين بلدينا والديناميكية التي تتبعها خلال السنوات الماضية، وسنعمل على الارتقاء بالتعاون عبر تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وتنشيط الشراكات بالاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي المتاحة في البلدين ومن تجربة فيدرالية روسيا في كل ميادين الصناعية، صنع الأدوية، فيما يخص الميكانيك، وكل مجالات مفتوحة للتعاون. وتتيح لي هذه السانحة أن أدعو المتعاملين الاقتصاديين في روسيا للاستثمار في الجزائر التي تتوفر اليوم على بيئة استثمارية ملائمة بفضل الإجراءات التحفيزية والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد في بلادنا. قبل أن أختم تدخلي البسيط هذا،
ألح مرة أخرى على تطابق الرؤى بيننا وبين دولة روسيا الفيدرالية الصديقة، وتطابق الرؤى بكل ما جاء به فخامة الرئيس بوتين في تدخله. أشير فقط إلى امتناني باسم كل الجزائريات والجزائريين على تخصيص ساحة عمومية جميلة جدا في قلب موسكو تحمل اسم زعيمنا، زعيم الوطني، مؤسس الدولة الجزائرية، أقول الأمير عبد القادر. شكرا مرة أخرى فخامة الرئيس. للتاريخ فقط أذكر أن القيصر نيكولا II أهدى للأمير عبد القادر وسام النسر الأبيض، وفي عهد الرئيس بوتين أهدى لنا ساحة عمومية للأمير عبد القادر. فشكرا. وكما أشير فقط أن أمس مع حضور الجالية الجزائرية أبت الجزائر إلا أن تكرم آخر من جنود الفيلق الذي كان يشتغل في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال في نزع الألغام التي زرعت من طرف المستعمر، والتي ما راح ضحيتها كثير من جنود الروس. نترحم على أرواحهم، وشاكر مرة أخرى هذا التدخل للجيش الروسي في نزع الألغام. ربما تكون في اتفاقيات ليلة كذلك تطهير مناطق التي تم فيها التجارب النووية أيام الاستعمار، أن تطهر من طرف ربما مختصين من أصدقائنا في روسيا الفيدرالية. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب وسعة الصدر على قبوله إمكانية توسط بين دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها إن شاء الله. وفي الأخير أود أن أحيي التزام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بالعمل على تنشيط علاقتنا الثنائية ومشاوراتنا السياسية، وعلى الأهمية التي يوليها شخصيا لتعزيز شراكتنا في كافة الميادين. دامت الصداقة الروسية الجزائرية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.